اهلا بكم. النهارده هنتكلم على موضوع الحلم الامريكي. الموضوع ده كنت انا بتناقش فيه مع ناس كتير، سيان شباب او ناس زي حالاتي كده من سني، وكان في ناس معايا وناس ضدي. ناس كتير قوي كانت معجبة بالحلم الامريكاني، وناس كتير قوي كانت بتقول الحلم الامريكاني ده هيعمل كوارث. اعتقد النهارده بعد الرئيس ترامب ما اخذ قرارات كتيرة قوي، منها انه قال ان مفيش جنس ثالث في امريكا، امريكا فيها ذكر وانثى بس. منها مثلا الرسوم الجمركيه، منها انه قال حكايه ان الناس تقعد 4 ايام في البيت اجازه وتشتغل 3 ايام، وعايز يرجع يشغل المصانع ويقلل البطاله ففرض الرسوم الجمركيه. الحمل الامريكاني ده زي ما قلنا هو كان خديعه الناس كتير قوي، عملت مشاكل كتير قوي. انا بنصح ولاد الشباب النهارده يا جماعه، موضوع الكسل اللي اصبح دلوقتي بين الشباب ده مشكله كبيره. حتى امريكا اللي صدرت الحلم وصدرت الكسل للناس النهارده بتدفع الثمن، والنهارده اهي بتقول للناس كلها الكلام ده ما ينفعش، ما ياكلش عيش. يا جماعة حاولوا تعرفوا ان الدنيا هي لازم يكون فيها سعي ولازم يكون فيها اجتهاد عشان في الاخر تقدر توصل لنتيجة كويسة اللي انت حضرتك عايزها. الحلم الامريكاني ما هوش حلو في كل حاجة وما هوش وحش في كل حاجة. خد منه بس اللي يبقى حلو ومناسب ليك، وسيب الوحش اللي ما يناسبش حضرتك. في الاخر احنا محتاجين كبلاد هنا، محتاجين ان احنا ننهض بيها ونكبر ونكون حاجة كويسة. هو ده حلم للشباب، هو ده المفروض الدور اللي منوط عليكم. خدوا من الحلم حلو وسيبوا من الحلم الوحش. ارجو ان تكون الناس قدرت تستوعب الموضوع وقدرت تشوف النهاردة الدنيا والهزة الكبيرة اللي حصلت وتقدر تقدرها بصورة صحيحة. ما تنسوش اللايك والشير، عشان في عندنا حاجات كتير قوي الايام الجاية حلوة ان شاء الله، ومنتجات حلوة هنعرضها عليكم. ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.